كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد عودة برشلونة لملعبه التاريخي الكامب نو. وغادر برشلونة ملعب الكامب نو هذا الموسم حيث يخضع لأعمال صيانة وتجديدات، وانتقل لملعب لويس كامبابيس الأولمبي. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فقد تم الانتهاء من جدول الهدم قبل الموعد المحدد، وهو ما يعني بموجب العقد مكافأة قدرها مليون يورو لشركة ليماك التركية المسؤولة عن تجديد الملعب. ويعتبر برشلونة أن العمل يتم بوتيرة جيدة للغاية، ويحافظ على قناعته بأن مشجعي الفريق سيتمكنون من العودة إلى الملعب في المرحلة الأولى في العام 2024 حتى افتتاحه الرسمي. سيتم الانتهاء من الملعب بالكامل في عام 2026 بسعة إجمالية تبلغ 104 ألف متفرج. وقال مسؤول ببرشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو أن النادي يواصل الحفاظ على التاريخ 29 من نوفمبر 2024 موعدا لعودة المشجعين للمرة الأولى. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المشجعين البالغ عددهم أكثر من 65 ألف والذين سيعودون إلى ملعب الكامب نو وفقا للخطة المرسومة بين نادي برشلونة وليماك هي أرقام تقريبية، والتي يمكن أن تتغير 500 مقعد لأعلى أو لأسفل اعتمادا على عدة أمور.